الرحيم. أهلا بكم في قناة باصي لميدو. النهاردة يوم غير عادي، النهاردة يوم غير اعتيادي. الجمهور هو اللي خلى الزمالك يكسب، الجمهور هو كان عصب المباراة، الجمهور هو اللي خلى الزمالك يقوم على حيله ساعة التعادل. الجمهور هو أساس اللعبة، من غير الجمهور مفيش كورة. إن شاء الله حل الماتش الزمالك وزاد وقدر الزمالك يكسب 2-1. الزمالك لعب برجولة بشراسة باستحقاق، كسب تلات نقاط، بيتربع عن صدارة الدوري. الزمالك دلوقتي منافس شرس، الزمالك بيمر بظروف خاصة، الزمالك بيمر بظروف غير عادية، مناخ غير قابل للنجاح. بكل المأساة ديت الزمالك قدر ان هو يحقق 6 انتصارات متتالية. الثلاث فرق اللي بتنافس الزمالك في الصدارة، على الصدارة مش موجودين في الصورة. الفرق نقطة صحيح، بس انت بتتكلم عن أداء ثابت، عن أداء بينمو، عن أداء طالع مش نازل، في أداء فني بيحصل، في أسلوب تكتيكي بيتطبق في الملعب، في انتشار لعيبة، في جمل بتتحفظ، في تبديلات، في أفكار بتتعمل في الملعب. شايف في مدرب على الخط قادر وعارف امتى يهدي الريتم وامتى يوطي الريتم وامتى يسرع الريتم في المباراة. هسمعكم حاجة بسيطة بس حصلت في ماتش النهاردة. ده ساعة الجول التاني الجمهور وهو بيشجع. عارفين الجمهور ده؟ الجمهور ده هو سبب ان الزمالك لسه موجود دلوقتي. الجمهور ده هو النفس اللي قدر يخلي الزمالك واقف على حيله لحد دلوقتي. هو السبب ان الزمالك بينافس، الزمالك بينافس ومفيش اي عوامل من النجاح اللي هي ممكن تتعمل. بالعكس، ده هي كل الحاجات الانفايرمنت كله مؤدي الى فشل. انت مفيش اي نوع من الاستقرار موجود. الاستقرار الوحيد اللي موجود الجمهور. الجمهور هو العنصر الاساسي في منظومة الكورة. انت حرمتني من جمهوري بالكاس في ماتش سيراميكا، ليه؟ حرمتني منه ليه؟ عشان انت عارف ان الجمهور ده قوي، انت عارف ان الجمهور ده يقدر يخلي اللعيبه دي تقدر تأدي فوق المية 100% بتاعتها. انت خليت الزمالك يبقى ضعيف في ماتش سيراميكا كليوباترا بسبب ان الجمهور مش موجود معاه. بالعكس، الزمالك قدر ان هو حتى يعمل ماتش كويس مع سيراميكا، بس الفوارق الفنيه عاليه وكان في اجهاد وضغط مباريات. اللي انا بتكلم فيه ما فيهوش مسألة تحليل. هو التحليل فين؟ انت انت النهارده كسبت 2-1. النهارده معتمد جمال اعتمد على تشكيلة 4-2-3-1، بداية من حراسة المرمى المهدي سليمان. عمل تصديات كتيرة النهارده، 3 تصديات في كوارث صحيح. انا من رأيي يبتدي يعتمد على عواد. عواد عنده ثبات انفعالي، عواد الريفلكس بتاعه عالي جدا على الكورة، سنه صغير. انا من رايي يبتدي بعواد الماتش الجاي، وبدا جناح ايمن عمر جابر، وده كان تشكيل غلط ان هو يبتدي بعمر جابر، كان المفروض يبتدي بمحمد ابراهيم، بس عدت على خير. وعندك 2 مساكين سنتر باكس كانوا آه محمد اسماعيل، وكان معاه جنبه حسام عبد المجيد، وشماله بنتايج. وعندك الاتنين في خط النص كان موجود محمد شحاتة ومحمد السيد، وقدامهم عبد الله السعيد، وينج رايت خوان بيتزيرا، وينج ليفت كان احمد شريف، وقدام راس حربة ناصر منسي. ناصر منسي بيمر باحلى فتراته مع الزمالك. ناصر منسي مش بيسجل بس، ناصر منسي كمان بيعمل اسيستات للناس لزمايله. ناصر منسي كان في فترة احنا كنا هنمشيه اصلا ببلاش. هو اول ما جاب جون في الاهلي في السوبر الافريقي، وهو من ساعتها في العالي خالص. حصل تذبذب في المستوى بعد كده، بس ابتدى يرجع تاني. ده فعلا اللعيب الوحيد اللي تقدر تديله عقد مدى الحياة. انت في الدقيقة 22 جون من خوان بيتزيرا لواحد برازيلي عارف كورة. يا جماعة الراجل ما بيهزرش، هو عارف 1-1 ويرقص ويروح جايبها مطوحة في البعيدة وتخبط في العارضة الناحية اليمين بتاعت الحارس زد وتخش. 1-1 رقص يا عم وجيب جون وخلاص. لسه بقى هتحنكش وتمنكش وتعمل الحاجات بتاعتك دي وتفزلك جون على طول.
وده كان الاسيست من ناصر منسي. وفي الدقيقة 74 رأفت خليل كان عمل كورة برضو من الطرف، اداها له محمود صابر، اداها له. ورأفت خليل في الزحمة كده هو كان برضو كان في توهان من المدافعين، من حسام عبد المجيد سبحان الله، بسبب حسام عبد المجيد، بسبب البطء بتاع حسام عبد المجيد قدر خليل يجيب الكرة يدخلها في المهدي سليمان. شحنت الماتش، ما كانش له لازمه ان انت تشحن الماتش. بعد ما شحنت الماتش في الدقيقه 82، قبل الدقيقه 82 معتمد جمال عمل التغيير بتاعه ان هو نزل احمد ربيع. ومعروف ان احمد ربيع بيشوط من بره 18 كويس جدا، وده كان عليه كلام ان هو ازاي احمد ربيع ده يجي الزمالك اصلا، كان الاهلي عينه عليه، بس كويس ان هو جه الزمالك يعني. احمد ربيع من بره ال 18، شيكوبانزا. شيكوبانزا ده حكايته حكايه. شيكوبانزا اداله اسيست من عند بره من عند الوينج الشمال على خط ال 18. احمد ربيع دخل بيها بشويه، رقص شويه، وبعد كده حطها على طول فيرست تايم جوه عند الهدف، عند المرمى بتاع زد، ودخلت جون في الدقيقه 82. والجمهور كان فظيع يا جماعه. كان الجمهور النهارده عمل ملحمه غير عاديه بصراحه. يعني جمهور الزمالك جمهور راقي وعنده رقي، وجمهور حمول، وجمهور بيدي شغف للعيبه ان هي تطلع احسن ما عندها. بالنسبة للاستوديو التحليلي النهاردة هنتكلم ازاي الزمالك قدر ان هو يكسب زد 2-1، وايه التغييرات اللي عملها معتمد جمال اللي قلبت الماتش، وايه التعليمات اللي خدها اللعيبة بعد ما دخل فيهم الجون، وازاي تعاملوا اللعيبة بعد التعادل، وقدروا ان هم في الدقيقة الحاسمة في الدقيقة 82 ان هم يدركوا هدف الفوز بتمريرات جماعية بتوصل لأحمد ربيع ويشوطها من بره ال 18 وتخش جون. دلوقتي احنا لو كنا عايزين نسأل نفسنا كام سؤال كده بالظبط، يعني هنلاقي ان الزمالك يكسب، لكن هل المكسب ده جاي بسهولة؟ هل الأداء يطمن على ان هو يسابق في بطولة الدوري، ولا لسه في مشاكل بتظهر تحت الضغط؟ كل الأجوبة دي يا ريت، كل الأسئلة دي يا ريت حضراتكم تجاوبوني عليها في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. احنا لو جينا النهارده هنحلل الماتش تكتيكيا، هنتكلم عن التشكيل وطريقة اللعب والأخطاء والتبديلات، وهندي تقييم عادل لكل اللعيبة. يعني احنا لو جينا في البداية كده هنلاقي ان الزمالك لعب بالتشكيلة 4-3-3، ساعات بتبقى 4-2-3-1. بالنسبة ل 4-3-3 دايما بيكون الارتكاز ثابت قدام الدفاع، لاعب وسط ديناميكي حركي، وصانع لعب بين الخطوط اللي هو عبد الله السعيد، في جناحين بيدخلوا من العمق، وفي راس حربة بيكون ثابت في قلبي الدفاع المنافس. في الحالة الهجومية التشكيلة بتتحول ل 3-2-5 أو 5-3-2 زي ما بيقولوا عليها. واحد من الظاهرين بيدخلوا للعمق، والتاني بيفتح الملعب في عرض الملعب. الفكرة ان انت تخلق زيادة عددية في التلت الاخير للفرقة المنافسة. احنا لو جينا في اول 20 دقيقة كان في افضلية لفترات معينة للزمالك، كان في ضغط عالي، وكان في استرجاع مريح او سوري سريع للكورة، وكان في بناء منظم من البيلد اب كان كويس من الخلف، وفي تحركات ذكية بدون كرة، في انتشار كويس، اللعيبة كانوا حافظين بعض وعارفين ازاي ينتشروا ويلاقوا بعض في الكرة في الاستلام والتسلم. زد تحسه كانش لسه فايق، ما دخلش في اجواء المباراة. اجان الجمهور كان عامل يا جماعة، الجمهور كان عامل واضح. كان في ضغط على زد، على فرقة زد، يعني الجمهور كان كتير، والجمهور كان مالي تقريبا نص الاستاد، فلان ده ماتش دوري كان. وكان ساعتها زيد كان متراجع، وكان بيعتمد على مرتدات معظم الوقت وما كانش بتنجح. الجمهور كان بيزوم اول لما زيد بيمسكوا كرة في نص خط وسط الزمالك. زيد الجمهور كان بيزوم،
فدي تعليمات جديده من الجمهور ان اي فرقه تمسك كرة عليك، لا يا حبيبي احنا الزمالك، ما ينفعش الفرقه تخش كده بسهوله عندك في خط النص، صعب. احنا هنشوف ان الهدف بدأ من ضغط عكسي، في افتكاك في نص الملعب بتاع زد، كان في تمريرة عمودية بين الخطوط، تحرك مهاجم في ظهر الدفاع، انهاء مباشر بدون تردد. ما كانش يعني كان في فعلا، كان في الهدف العكسي ده دايما بيجي تحت تأثير الضغط العالي اللي الزمالك بيعمله. فأول ما الزمالك يستلم يخطف الكورة من المدافع أو لعيب خط النص بتاع زد، على طول بيعملوا ضغط عالي وبياخدوا الكرة وبيحاولوا يخلقوا هجمة. وده فعلا اللي حصل، ودي كانت هجمة منظمة مش عشوائية حتى، يعني كل حاجة كانت مدروسة فعلا. يعني الفكرة في توقيت المباراة، كان في وقت الزمالك فقد الزمالك السيطرة فيها، فأنا حسيت إن الزد ابتدى يركب الجيم وابتدى يحس إن أنا أقدر أتعادل عادي وبسهولة جدا. ومن ساعتها، من أول ما دخلنا الجون، حصل كده اللعيبة زي ما تقول نامت تقريبا، ما تحسش ان هما كان في فعاليه على مرمى زد كفايه، تحس ان اللعيبه استكفت خلاص ان جبنا جون واحد وكفايه قوي كده. بس هو ده اسلوب اللاعب المصري، دايما بيعتمد ان خلاص طالما جبت جون خلاص كفايه كده وكده تمام قوي اتعشى. الموضوع مش كده خالص. يعني هتلاقي بعد الهدف هتلاقي الضغط حتى قل، هتلاقي المسافه بين الوسط والدفاع ابتدت توسع، ما كانش زي الاول كل الخطوط قريبه من بعض. هتلاقي الظاهرين بيستمروا في التقدم، ما فيش حتى ان الظاهرين بيرجعوا عشان يدافعوا ويساعدوا زمايلهم في لو في مرتدات عكسيه. تحس برضو ده كان خلق مساحات، وقدر ان زيد حتى في الهدف بتاعه لعب بهدوء جدا، ان هو في الاستلام ما كانش فيه ضغط على حامل الكرة ان هو يقدر يفقدها او حاجة، بالعكس ده هو استلم وهدي وخالص وعمل ضغط عالي. وبعد كده في تأخر في التغطية، كانت الجناح الأيمن والأيسر ما كانش فيه تغطية للهجمات ديت. وبعد كده حصلت تسديدة بدون إغلاق الزوايا، كان حسام عبد المجيد كان واقف، وما حصلش ساعتها بلوك أو حصل إن هو واقف قدام الشوطة، لأن هو كان في لخبطة كده. وفي ساعة الجون دوت أنت عارف إن هم ضاغطين عليك، خلاص امسك كورة وابتدي نظم نفسك وخلي اللعيبة تنتشر. لا، ما فيش الكلام ده، بيبقى فيه سابق انذار، يروح هو شايط كورة من قبل كده وتحس ان هو ممكن كانوا يجيبوا جون، بس لعيبه الزمالك تحس ان هو عادي، يعني طالما ما جاتش خلاص مش فارقه. بس ده غلط يعني. فسبب ان الهدف دخل في مرمى الزمالك سببه ان كان في خلل في تمركز واضح مع بطء الارتداد من حسام عبد المجيد. رد الفعل ونقطة التحول ذات نفسها، احنا لو اتكلمنا في نقطة التحول ذات نفسها هنلاقي ان اوريدي ان معتمد جمال في بداية الشوط الثاني عمل تبديلين. التبديلين كانوا احمد فتوح على حساب عبد الله السعيد، وعمر جابر اتبدل بمحمد ابراهيم. وده اللي احنا قلناه، عمر جابر ما ينفعش في الماتشات دي، لما يبقى في سجال ما بين في الماتشات السريعه دي اللي هو خد وهات وهات وخد، وده يدي هجمه وده يعمل هجمه وفي تصدي وفي مرتدات رايح جاي. انت بتعتمد دايما على اللعيبه الصغيره الشباب اللي عندهم طاقه ان هم يأدوا المطلوب منهم، وان هم يعملوا تغطيه عكسيه، وان هم يدافعوا، وان هم يهاجموا ويعملوا كروسات عاليه كويسه متقنه. ده مش عند عمر جابر. عمر جابر كبر خلاص مش نافع يعني. بعد الهدف نفسه، يعني بعد التعادل ابتدى الزمالك يرفع الايقاع بتاعه، لعب مباشر اكتر على مرمى زد. حسوا ان الماتش ممكن يهرب منهم، لان هو الجون جه في الدقيقه بالظبط، جه في الدقيقه 74. فده كان خلاص، كان في الاوقات اللي هي صعب ان انت تتعوض، او بعد ما بتبقى الدقيقه مثلا 85 تبقى صعب ان انت تتعوض، بيبقى ضغط عالي جدا على اللعيبه. فاللعيبه رفعت الريتم بقى عالي. طب ما كان من الاول رفعوا الايقاع بقى عالي، اللعب مباشر اكتر على المرمى بتاع زد، التسديد من خارج المنطقه ده كان دي جمل، ما دي جمل، ده بقى اسلوب مدرب بيقعد يحفظ لعيبته جمل تكتيكيه، ان هو يشوط من بره ال 18، ان هو يقعد يباصي 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 ويعمل خلل للدفاع من جوه، ويبقى في مساحات ان يقدر اي لعيب يعرف شويط يشوط من بعيد، زي محمد اسماعيل. عبد الله السعيد عمل واحده برضو في الشوط الاولاني
فظيعة. وخلي بالكوا يعني قبل الهدف بتاع اسمه ايه ده، خليل دوت بتاع زد، الزمالك جاب اتنين في العارضة، واحدة في القائم واحدة في العارضة. اخوان بتزيرة جاب واحدة في القائم تقريبا، وعدي الدباغ لما نزل جاب واحدة في العارضة. فيعني العارضة والزمالك اخوات يعني. بس بالنسبة للتبديلات، احنا لو لقينا فعلا التبديلات كانت ذكية جدا. كان في دخول للاعب الوسط بطاقة أعلى زي فتوح لما نزل. هو فتوح فعلا كان تحس ان هو في روح اكتر، في فعالية اكتر، تحس الريتم ابتدى يتحول من بدل ما كان بطيء بقى سريع. وحتى كان في الاطراف تحس كان في تنشيط في الطرف المتراجع دوت. ان هو برضو غير اخوان بيتزيرف بعد التعادل. من رغم ان ده تغيير كان غريب جدا، بعض الناس بتتكلم عليه ان هو ازاي اصلا يغير اخوان بيتزيرف وهو كان اخطر واحد. وده سهل اكتر لزد ان هو يبتدي ينتشر ويبتدي يبيلد اب من تحت، لان اخوان بيتزيرف كان عامل ازعاج. فده كان برضو من ضمن النقط الغريبة اللي احنا ادينا زد الوقت ان هم يهاجمونا بعد جون التعادل حتى. فهو غيره بشيكو بنزا. شيكو بنزا لاعب عشوائي، بس هو بيحب يجري، وتحس ان هو في الاول وفي الاخر هو اللي عمل الاسيست يعني. هو هربانه منه الواد ده يعني. حتى في وسط الماتش اصلا والماتش شغال، فجأة اللعيبة اكتشفت هو فين شيكو بنزا ده. اتاريه كان دخل جوه في غرف الملابس بيعمل حمام. وبعد كده رجع لدرجة مهدي سليمان قعد وعمل نفسه مصاب وهو مش مصاب ولا حاجة. وبيدوروا على الواد فين. وحتى الناس بتوع الإداري بتوع اللي هو الطبي دوت في نادي الزمالك، الجهاز الطبي بتاع نادي الزمالك نزل حتى أوضة غرف الملابس وقالوا له يا ابني انت ايه اللي نزلك تحت. بس فتقريبا الولد كان بيعمل حمام يعني. ما تفهمش حاجات غريبه بتحصل يعني. المهم يعني بعد لما حصل تنشيط في الطرف كان متراجع، حصل زياده في الكثافه الهجوميه. التبديل غير الريتم تقريبا كومبليتلي خالص. انت عبد الله سعيد كويس وكل حاجه، بس عامل السن ما ينفعش يبقى ما ينفعش تلعب 90 دقيقه في ماتش فيه سجال كتير كده، اللي هو ده بيهاجم وده بيهاجم وفي مرتدات كتير، ما ينفعش. الخلاصه الموضوع الزمالك لعب ماتش كويس. الزمالك ادى مباراه جيده جدا. في المستوى اللعيبه بيعلى جدا مع معتمد جمال. في اسلوب خططي محفوظ. تحس اللعيبه في حفظ السيناريوهات بتاعت المدرب. اول ما بيخش فينا جون بعمل كذا، اول ما بنجيب جون لازم نعمل كذا. والمعدل البدني يا جماعه اهم حاجه ابتدى يعلى عند الزمالك، واللعيبه فعلا واقفه على رجليها. وده لازم نشكر فيه الجهاز الفني للزمالك. وبالنسبه لتقييم اللعيبه، انت الحارس المرمى مهدي سليمان النهارده كان كويس 7/10. اداء جيد وما يتحملش الهدف. يعني مش عارف، بس هو كان في عنده اخطاء برضو كتيره. بس هو 7/10 كويس. بالنسبه للدفاع ككل 6/10. كان في ثبات اغلب الوقت لكن بطء في التحول. وده كان البطء ده تسبب في جون التعادل اللي دخل فينا من حسام عبد المجيد. بالنسبه لخط النص 8.5/10. افضل خط في الفريق. تحكم في الريتم. حصل فعلا تحس ان احمد فتوح لما نزل خط نص ايقاع الريتم بتاع عالي. بقيت تحس ان انت الزمالك ابتدى يتحكم فيه. ومحمد السيد يا جماعه بصراحه ربنا يحفظه يعني، بعد عنه الاصابات. لعيب هايل جدا، ولما ركز في الكوره بس بص بيطلع ايه دلوقتي. بالنسبه للهجوم 7.5/10. في تحركات ممتازه جدا، بس يحتاج ان يبقى فيه الفينش بيبقى اسرع اكتر. كان في برضه في فرص كتيره في فرص كتيره جت للهجوم وضيعوها كتير. ضيعوا منها فرص كتيره، منها الكور اللي جت في العارضه والقايم. وبرضه كان في بطء في القرارات ان هو يشوطها ولا ما يشوطهاش. ده كان برضه عامل ان يخلي المباراه تعقرب معانا لحد دقيقه 82 لما دخلنا جون المكسب يعني. وبالنسبة للبدلاء 8.5. إن هم فعلا عملوا الفرق. وهم يعني تحس لا هم البدلاء دايما معتمد جمال بيحب يخلق لنفسه دكة. وأول مرة من فترة ألاقي الزمالك عنده دكة من لا شيء.